طبعا احنا عارفين ان مع قرب نزول الكونسولز الجديدة بتظهر مجموعة كبيرة من الاشاعات اللي بتيجي من مصدر موثوق ومصدر غير موثوق، وفي منها اشاعات بتكون خيال علمي بالنسبة لي، زي الكونسول الفلاني اللي هيطلع نار من بقه والكونسول العلاني اللي هيبقى عنده جناحات ويطير. وطبعا انت كجيمر بيزيد عندك الحماس لليفل الوحش. النهارده هشرح لك ايه هي الاشاعات اللي ظهرت الفترة اللي فاتت. معاك منتصر من جيمز ارك، لايك وشير ويلا بينا. من فترة مش بعيدة نزلت مجموعة إشاعات، وخاصة بعد زيادة أسعار الجيم باس، إن مايكروسوفت لغت فكرة إنها تنزل كونسول جديد وهتتحول لشركة نشر فقط، وإن الأجهزة القديمة كمان هيتوقف بيعها في المحلات الكبيرة. ولكن نتفاجئ اليومين اللي فاتوا إن في إشاعة جديدة بتقول إن مايكروسوفت هتنزل كونسول جديد وهيكون سعره $1200، وده سعر غالي جدا جدا جدا. ومش بس كده، لا ده كمان في تفاصيل أكتر ولكن كلها مش رسمية. إن الجهاز هيكون بيشغل نظام الويندوز وبالتالي هيشغل ستيم، وده معناها ان باي باي حصريات سوني اللي بتنزل على البي سي هتقدر تلعبها على الاكس بوكس الجديد. ومن ضمن الاشاعات دي ان اللعب الجماعي هيكون مجاني ومش هتحتاج لاي اشتراكات. يا ريت ربع الاشاعات دي يكون صح، صدقني انا شخصيا هنزل اشتري الجهاز من قبل ما ينزل في السوق. اتمنى ان اشاعة السعر بس ما تبقاش صح، لان كده هنضطر نبيع كلية علشان خاطر نشتري الجهاز. نروح بقى للاشاعات الخاصة بالبلاي ستيشن. أول إشاعة إن الجهاز هيبقى سعره $600، وتقريبا دي إشاعة للرد على إشاعة إن الإكس بوكس هيكون $1200، علشان الفانز بتوع البلاي ستيشن يقول لك شايف شركتنا المحترمة هتنزل الجهاز بنص سعر جهاز المنافس، يا بلاش والله. تاني إشاعة اللي بتقول إن البلاي ستيشن الجديد هيكون في قوة كارت الشاشة 5090، واللي هو أعلى كارت شاشة حاليا في السوق. وأنا مش عارف بصراحة المعلومة دي صح ولا غلط، وأتمنى إن ده يحصل. ومش عارف هيجيبوا للجهاز ازاي تبريد الا لو بقى البلاي ستيشن الجديد هينزل على شكل تكييف. وده كان جزء من الاشاعات اللي اتقالت على الكونسولز الجديده الفتره اللي فاتت، ولسه الايام جايه هيكون في اشاعات اكتر واكتر. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفك في فيديوهات تانية كتير.